يا ترى يا ماجي بقى عامله لنا ايه النهارده؟ حبايب قلبي ماجي النهارده عامله لكم طبق تحفه تحفه تحفه. الطبق ده رهيب، ما بستغناش عنه ابدا، جنب كشري، جنب مكرونه، جنب رز مبهر، لانه بجد فاتح للشهيه وتحفه. بصي يا حبيبه قلبي، لو عندك نص طماطم طلعيها وقطعيها. عندك حزمه بقدونس، حزمه كزبره اللي موجود بردك فيهم قطعيه. وهتجيبي يا قلبي قرنين فلفل كوبي بردك هتقطعيهم. هو الطبق ده حرش، يعني الطبق ده حامي. يعني هتحطي له بردك فلفل حامي، قرنين فلفل حاميين حلوين كده، عايزه تحطي 3 حسب بقى ما انت ايه بتحبي درجه الحامي عندك. وهتجيبي المجموعه اللي احنا قطعناها دي، هتحطيها في كبه، هتحطيها في خلاط، وهتنزلي بيها. وهنا يا حبيبه قلبي انا عايزاكي تضربيها مش ضرب ناعم، انا عايزاكي تخليها خشنه، يعني ما تضربهاش قوي، نص ضرب يعني. وهتجيبي بقى البهارات بتاعتها في يعني نص معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه شطه، معلقه كزبره ناشفه، معلقه ملح، ومعلقه توم. بس اعذريني انا اسفه، المقطع بتاع التوم اتقطعت مني، معلش. تعملي حسابك ان انت هتحطي معلقه توم كمان. وهتجيبي بقى 3 4 ليمونات كده هتعصريهم، هتنزلي بالعصير بتاعهم. وكمان يا روحي هتجيبي معلقه خل. وعايزه اقول لكم الطبق ده اسمه الدقوس. الطبق ده اسمه الدقوس. هتمسكيه بقى تضربيه في الخلاط او في الكبه زي ما انت شايفه كده. بس كده، مش الضرب الجامد زي ما انا قلت لك. وهتجيبي بقى السرفيزه، هتجيبي الطبق، هتنزلي بحبه زيت، عندك زيت زيتون هتحطي، عندك زيت عادي هتحطي. وعايزه اقول لكم الف هنا وشفا. اي حد هياكل منه بجد هيقولك لازم اساسي يتحط على السفره الطبق ده. يا رب يا حبيبتي يكون عجبتك، واقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.